السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المشتعلة، وهذه أبرز العناوين. أمير قطر يقفز بالفرحة بعد تأهل المنتخب المغربي. رؤساء الدول يهنئون الملك بعد تأهل المنتخب المغربي. الركراكي يكشف ما دار في المكالمة الهاتفية مع الملك محمد السادس. مبابي يحتفي برفيقه حكيمي. الصحافة الإسبانية غاضبة من منتخبها. جامعة الدول العربية، المنتخب المغربي شرف الكرة العربية. هكذا تفاعلت الصحافة الجزائرية مع تأهل المغرب. مدرب المنتخب الإسباني: هذا اللاعب المغربي أزعجني جدا. هذا ما قاله مدرب المنتخب البرتغالي قبل مواجهة المغرب. تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ ندعوك بدعمنا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل أخبار المغرب. أهلا بكم من جديد. للمرة الثالثة على التوالي احتفل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني وتأهله لدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لاحتفال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتأهل المنتخب المغربي لدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم حاملا العلم المغربي. أمير قطر الذي كان يلوح بالعلم المغربي حرص على تشجيع أسود الأطلس من مدرجات ملعب المدينة التعليمية بحماس كبير، وهو ما تؤكده قفزته من مقعده على المنصة الشرفية بعد تسجيل حكيمي لركلة الانتصار. ونجح المنتخب المغربي في حجز مقعد له لدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركته في كأس العالم بعد الإطاحة بالمنتخب الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وهنأ رؤساء دول في اتصالات هاتفية صاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022. وهكذا تلقى الملك اتصالين هاتفيين من رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس جمهورية الغابون علي بونغو أونديمبا. كما تلقى الملك اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير الحسن بن طلال من الأردن. وأعرب رئيس دولة فلسطين والرئيس الغابوني وسمو الأمير الأردني في هذه الاتصالات الهاتفية عن أحر تهانئهم لجلالة الملك الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد عربي يبلغ هذه المرحلة من بطولة كأس العالم. ولم يفوت الناخب الوطني وليد الركراكي فرصة مروره في الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب إسبانيا التي انتهت بفوز المغرب بضربات الجزاء، دون الحديث عن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه بعد التأهل لربع نهائي كأس العالم قطر 2022 من طرف الملك محمد السادس. وأعرب الركراكي عن سعادته بالاتصال الذي تلقاه من الملك والذي هنأه من خلاله على الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني بالوصول لربع النهائي مونديال قطر 2022. وأكد الناخب الوطني وفق الأخبار أن الملك محمد السادس عبر له عن فخره واعتزازه باللاعبين وكافة أطر المنتخب الوطني، مشيرا إلى الدعم الكبير والعناية التي يوليها الملك محمد السادس لكرة القدم الوطنية، والتي جعلها تتبوأ مكانة عالية ضمن أقوى المنتخبات العالمية. واحتفل نجم المنتخب الفرنسي وهداف كأس العالم في قطر 2022 حاليا كيليان مبابي برفيقه في باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي بعد تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي المونديال، وعند تسديده ضربة الجزاء الحاسمة أمام منتخب إسبانيا بطريقة احترافية وهادئة. غرد مبابي باسم أشرف حكيمي مع شعار تاج ملكي وبطريق في إشارة إلى الرقصة التي أداها
حكيمي بعد الانتصار، وبعد دقائق عاد مبامبي مغردا بصورة تجمعه بأشرف حكيمي، وذلك في حسابه الذي يتابعه 9.2 ملايين متابع عبر تويتر، فيما علق حكيمي على التغريدة بعبارة ديما مغرب. وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه بركلات الترجيح على إسبانيا. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكما المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للمغاربة بنتيجة 3-0. وحقق المنتخب المغربي بذلك إنجازا تاريخيا غير مسبوق في تاريخه ببطولة كأس العالم التي تقام لأول مرة في أرض عربية. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء أن المنتخب المغربي لكرة القدم شرف الكرة العربية. وقال الأمين العام للجامعة العربية على حسابه على موقع تويتر: كل التهنئة للمنتخب على انتصاره الثمين اليوم وصعوده المظفر إلى الدور ربع النهائي. شرفتم الكرة العربية وننتظر منكم المزيد إن شاء الله. أطيب التمنيات بالتوفيق. وعلقت الصحافة الإسبانية على إقصاء منتخب بلادها على يد أسود الأطلس اليوم الثلاثاء من دور ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 بعناوين قوية. قالت صحيفة ماركا: لم يسجل الفريق أيا من تسديداته الثلاث، وجعل ياسين بونو بطلا بتصديه مرتين، مضيفة بالقول: المغاربة أعادونا لديارنا. وفي تعليقها على مغادرة لاروخا لمونديال قطر كتبت صحيفة سبورت تقول: إسبانيا تنهار بركلات الترجيح، مضيفة بالقول: في مباراة عالية الجهد المغرب أطاح بمنتخب إسبانيا بعد 120 دقيقة من المباراة. ووصفت سبورت المنتخب المغربي بالفريق القوي القادر على دفع فريق لويس إنريكي إلى الحدود الجسدية والعقلية في مباراة عالية الجهد. ومن جانبها عنونت صحيفة موندو ديمبورتيفو تقريرها بمنتخب المغرب يحطم إسبانيا بركلات الترجيح، مبرزة أن رجال لويس إنريكي لم يتمكنوا من تسجيل ولو هدف واحد ضد منافسهم ولا حتى من ركلة جزاء. وغادر المنتخب الإسباني نهائيات كأس العالم 2022 بقطر من دور ثمن النهائي بعد خسارته على يد المنتخب المغربي بضربات الترجيح في مباراة عرفت تألق الحارس ياسين بونو بتصديه لركلتي جزاء. ومباشرة بعد إطلاق الحكم الأرجنتيني صافرته معلنا نهاية مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الإسباني، وتأهل الأسود للدور ربع نهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. تفاعلت الصحافة الجزائرية مع هذا الحدث الكروي البارز، وعنونت صحيفة الشروق الجزائرية مقالا حول تأهل الأسود إلى دور الربع النهائي المونديال بالقول: منتخب المغرب في ربع نهائي المونديال. وقالت الصحيفة ذاتها: بلغ منتخب المغرب مساء الثلاثاء الدور ربع النهائي من عمر منافسات كأس العالم نسخة قطر 2022. ومن جهة أخرى عنونت جريدة جزائرية مقالها بالقول: الركراكي أسود الأطلس دخلوا التاريخ. وكتبت: قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي: سهرة اليوم الثلاثاء إن أشباله قد دخلوا التاريخ بتأهلهم إلى الدور الربع النهائي لمباريات كأس العالم بقطر. وفي خبر مقتضب عنون موقع النهار أونلاين مونديال قطر: المغرب يهزم إسبانيا ويبلغ ربع النهائي. وكتب: تعتبر هذه المرة الأولى في التاريخ التي يبلغ فيها منتخب عربي ربع نهائي المونديال لينتظر المتأهل من مواجهة البرتغال أمام سويسرا، تقول لو 360. وقال مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي إن المنتخب المغربي يستحق التأهل لدور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على منتخبنا بركلات الترجيح. وصرح مدرب إسبانيا قائلا: منتخب المغرب يضم لاعبين رائعين يلعبون الكرة بشكل جيد وسلس ويعرفون الدفاع بقتالية عن ألوان منتخبهم. وأشار لويس إنريكي رقم 8 في صفوف المنتخب
المنتخب المغربي يركض بشكل جيد وسريع رغم ضعف بنيته الجسمانية، إلا أننا تفاجأنا من أدائه في هذه المباراة. وأضاف المتحدث: سيطرنا على الملعب ولم نسجل أهدافا، خلقنا الفرص وكنا نتقدم في الوسط، ولدينا خصم يملك مؤهلات وخصائص دفاعية عالية. كان علينا خلق فرص أكثر وفعالية أكثر في الأمتار الأخيرة، لم تكن أمامنا مساحات. المغرب قدم أداء دفاعيا مدهش، سعيد بما قدمه منتخب إسبانيا، أشيد بالمغرب وأهنئهم، كانوا أفضل منا في ركلات الترجيح، وبونو كان مدهشا، وأتمنى لهم التوفيق في الدور التالي. وقال مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس بعد التأهل لدور ربع النهائي ومواجهة المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022: إن المنتخب المغربي منتخب قوي يذكرنا بمونديال 2018. وصرح المدرب سانتوس حول أسود الأطلس: لا زلت أتذكر مباراتنا أمام المغرب في كأس العالم 2018، لم يكن الأمر سهلا، لدينا مواجهة صعبة ضد منتخب هزم إسبانيا، سيطرح لنا عدة مصاعب ولن يترك لنا مساحات شاسعة. وسبق للمنتخبين قد التقيا في مونديال 2018 بروسيا، وآلت المباراة للمنتخب البرتغالي بهدف نظيف سجله المهاجم كريستيانو رونالدو من ضربة رأسية، حين كان أسود الأطلس تحت إشراف المدرب الفرنسي هيرفي رونار مدرب منتخب السعودية الحالي. وعلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على فوز المغرب على إسبانيا مساء الثلاثاء وبلوغه الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022. وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع تويتر: مبروك للمغرب هذا الفوز المستحق والأداء البطولي المتميز. وأضاف: أسود الأطلس سجلوا اليوم إنجازا غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية بالتأهل لدور الثمانية. وخرج الآلاف من المشجعين المغاربة إلى شوارع بروكسل يوم الثلاثاء للاحتفال بفوز البلاد على إسبانيا في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة البلجيكية. ونقلت وكالة سبونتانيك عن مراسلها أنه بعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة خرجت مئات السيارات التي تحمل الأعلام المغربية إلى شوارع بروكسل، وتجمع المشجعون الشباب في منطقة بوليفارد موريس ليمونيه محاطين بالشرطة بمعدات خاصة. واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد أن أضرم المشجعون النار في مقالب القمامة وبدأوا في بناء حواجز مرتجلة. وأفاد المصدر ذاته بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشد، مضيفا أنه تم احتجاز معظم المشاركين النشطين في الاشتباكات. وتفاعل المعلق الجزائري بقنوات بي إن سبورت القطرية حفيظ دراجي مع التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزه على المنتخب الإسباني بركلات الجزاء. وهنأ الدراجي أسود الأطلس على التأهل من خلال تدوينة على صفحته الفيسبوكية جاء فيها: المنتخب المغربي يفعلها ويبلغ ربع نهائي كأس العالم بجدارة بعد مجهود بطولي كبير على مدى 120 دقيقة. وأضاف حفيظ دراجي قائلا: لعب صمد فيها الأسود أمام الإسبان، وصنع فيها الحارس البارع ياسين بونو الفارق في ركلات الترجيح. وختم دراجي تدوينته بالقول: ألف مبروك للمغرب وجماهيره الرائعة. ووصف الاتحاد الدولي لكرة القدم تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم بالليلة التي لا تنسى عقب تخطيه عقبة إسبانيا في ثمن النهائي بركلات الترجيح. وكتب الموقع الرسمي لفيفا أن المنتخب يعيش ليلة لن تنسى بعد بلوغ دور الربع لأول مرة في تاريخه، وأن المغرب كتب تاريخا جديدا بإقصاء الإسبان في ثمن النهائي. وقال فيفا: ليلة لن تنسى للمنتخب المغربي في كأس العالم
العالم فيفا قطر 2022 بعدما تأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه باجتياز إسبانيا بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي. وأضاف الاتحاد الدولي لاعب المغرب عادلوا الإنجاز التاريخي المسجل عام 1986 بالتأهل إلى دور الستة عشر قبل أن يكتبوا تاريخا جديدا بإقصاء الإسبان من ثمن النهائي في ليلة تاريخية كان بطلها ياسين بونو حارس أسود الأطلس. ويواجه المغرب في ربع نهائي كأس العالم يوم السبت القادم منتخب البرتغال الذي تأهل إلى هذا الدور متجاوزا سويسرا ب6 أهداف لهدف واحد. وعبر لويس ميغيل بوينو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إلى دور الربع ضمن نهائيات كأس العالم. وقال بوينو في تغريدة نشرها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: هارد لاك، فخورا جدا بفريقنا الإسباني وسعيد بتأهل منتخب جيراننا الأعزاء. وأضاف لويس ميغيل بوينو في التغريدة ذاتها: ألف مبروك للمنتخب المغربي أسود الأطلس ومبروك للإنجاز التاريخي للمغرب كأول فريق عربي يتأهل إلى ربع النهائي. وختم المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغريدته بالقول: آمل حقا أن يفوزوا بكأس العالم 2022 قطر ويمكنهم الاعتماد على دعمه. وإلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي هذه النشرة الإخبارية، فلا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ونراكم في النشرة الإخبارية القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.